الله على المغرب، الله على أولاد المغرب. تحيا المغرب وأولادها. المغرب شرف العرب وفخر العرب. كل هذه الأقاويل هي الحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى. المنتخب المغربي للمحليين يكتسح اليوم نظير المنتخب التونسي بنتيجة ثقيلة خماسية مقابل هدف. لن تصدق ما قاله عصام الشوالي المعلق التونسي بعد الهدف الخامس للمنتخب المغربي اليوم أمام المنتخب التونسي. أي جمال، أي إبداع، أي عظمة، أي حلاوة يقدمها لاعبي المنتخب المغربي للمحليين. الله أكبر عليكم، الله أكبر على المغرب. تحياتي لكم عشاق ومحبي أعظم منتخبات الدنيا، المنتخب المغربي. أتمنى تدعموني وتشرفوني في قناتكم زياش أند حكيمي لافرز باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. اليوم المنتخب المغربي للمحليين يكسر الملعب على دماغ المنتخب التونسي بخماسية مقابل هدف. شوط أول كان شوط مرعب بالنسبة للتوانسة من قبل المغاربة، رباعية نظيفة في شباك الحارس التونسي. الشوط الثاني قلص لاعبي تونس النتيجة إلى 4-1، وفي آخر دقيقة لاعبي المنتخب المغربي استطاعوا تسجيل الهدف الخامس لتنتهي المباراة 5 المغرب 1 تونس. عصام الشوالي المعلق التونسي الكبير كان يبكي بعد الهدف الخامس للمنتخب المغربي بعد الهزيمة الثقيلة لتونس بلده، وكان يقول: دعنا من الأوهام الكاذبة، المغرب هو سيد العرب، زعيم العرب، فخر العرب، شرف العرب. كل التوفيق للمنتخب المغربي للمحليين فيما هو قادم. منتخب عظيم ورائع وجميل، أقوى منتخبات العرب وإفريقيا. ودعنا من صانع الأكاذيب الذين يعيشون في الأوهام.